السلام عليكم. اليوم عندنا موضوع مهم جدا، القولون العصبي. يا دكتور معي عصب على القولون، يا دكتور قولوني ما قام يريحني، معي قولون عصبي. هذا المصطلح صحيح علميا؟ نعم صحيح. في شيء اسمه القولون العصبي اللي هو تهيج دائم بالأمعاء لأسباب عديدة، أهمها الجراحات السابقة على الجهاز الهضمي أو التناول المفرط لأدوية الالتهابات أو الأنتيبيوتيك. عشان هيك حننصح الناس لا تكثر دواء التهابات، هذا يسبب لك بالنهاية متلازمة قولون هيوج أو قولون عصبي، الحساسية من بعض أنواع الأطعمة، الحالات النفسية والتوتر والقلق والاكتئاب. هذه أهم أسباب متلازمة القولون العصبي. إلها علاج يا دكتور؟ نعم إلها علاج. أهم علاجاتها الإكثار من شرب الماء، الإكثار من ممارسة الرياضة الصحية، تجنب الأطعمة التي تسبب حساسية وإزعاج للأمعاء، أهمها البقوليات والأطعمة الحادة أو الحارة، وتناول شرب الماء بكثرة مثل ما قلنا، والرياضة، والإكثار من الألياف والخضار والفواكه. هاي تساعد وتحفز على التخلص من هاي الحالة. وأهم شيء تجنبوا القلق والانزعاج والتوتر، وخليكم ريلاكس دائما. ولا ننسى طبعا زيارة الطبيب مشان تشخيص هاي الحالة بعد نفي الأسباب العضوية، يعني بعد ما الطبيب يعمل لي تحاليل ويعمل لي الصورة وربما نحتاج تنظير تطلع كلها سليمة، الطبيب يقول له أنت معك هاي المتلازمة، التزم بهاي التعليمات وراح تصير أمورك ممتازة. وهناك بعض الأدوية نوصفها للمرضى، وإن شاء الله دائما قولونكم قوي جدا، خاصة بفترة الحظر القادمة 3 أيام. انتبهوا على الأكل اللي راح تاكلونه مشان ما تصير معكم هاي المتلازمة، وإن شاء الله تعيشون دائما براحة نفسية وهدوء وسكينة. يعطيكم العافية.